يا مساء الهنا عليكم جميعا، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. الفيديو بتاع النهارده من الفيديوهات اللي انا بحبها قوي، علشان خاطر ببقى حابه انقل لكم فيها تجربتي مع المنتجات اللي انا بستخدمها، علشان خاطر لو في حد عايز يجيب برودكت معين وقلقان منه، فاقول لكم فيدباك كامله عنه، وايه الحاجات اللي انا جبتها وهكررها تاني، وايه الحاجات اللي انا جبتها ومش هكررها تاني. فاعملوا حاجه اشربوها، يلا بينا على الفيديو. بصوا مبدئيا كده، ده باسكت العجائب. لما بيخلص عندي اي حاجه بحطها هنا علشان خاطر اعرف ما انساش بقى ان انا اعمل لكم عنها فيدباك وكده. فحوشت شويه حاجات تاني وقلت ارجع لكم عنها بفيدباك محترم. اللي هيطلع في ايدي بقى هبتدي اتكلم عنه راندم كده، مش هرتب يعني. اول حاجه طلعت الميك اب ريموفر ده من جارنيه، صراحه من الحاجات اللي ما بستغناش عنها. هو حلو قوي، وخاصه في الميك اب بتاع العين، ما بيجهدش العين واحنا بنسحب الميك اب منها. هو بس بيتحط كده، بيتعمل تابنج بسيط، بيبتدي يطلع كل الميك اب الموجود حتى لو هو ووتر بروف. فهو من الحاجات الافكتيف جدا، ودايما بيبقى عليه اوفرز موجوده على نون وعلى جوميا، او كمان بيبقى عليه اوفرز في الصيدليات. فهو من الحاجات الحلوه قوي اللي تقدروا تعتمدوا عليها في انكم تشيلوا الميك اب. تاني حاجه هو الجل ده جل بيستخدم في الهير ريموفينج، ده من اوريفلام. كان صراحه حلو جدا ومرطب للجسم، ما تحسيش ان الجسم ناشف بعديها. حلو جدا في الشيفنج، ولا هو من الحاجات اللي لو نزل عليها اوفر تاني كررها، لكن بالاسعار اللي بينزل بيها دلوقتي لا، هو ليه بدايل كتير جدا. فهو كان حلو، بس الاسعار دلوقتي بقت اوفر قوي على كونه شيفنج. كده في الاي كريم ده من انيو، ده من ايفون. طبعا ده من الحاجات اللي انا ما بستغناش عنها، لان هو صراحه بيشتغل على حاجتين. اولا المواد اللي موجوده فيه بتحفز انتاج الكولاجين، وده اللي احنا دايما بنهدف ليه، ان احنا ما نحطش منتجات بالكولاجين، لا، نحفز انتاج الكولاجين في البشره. هو بيجي كده اتنين مع بعض، دي للمنطقه اللي هي فوق العين بيبقى لونها اورنج شويه كده جل، ودي للمنطقه بتاعت تحت العين بيبقى ماده لونها ابيض كده. فهو من الحاجات الحلوه جدا للخطوط، وحلوه جدا علشان خاطر التجاعيد، كمان بيحفز انتاج الكولاجين. هو خلصان، وطبعا انا اكيد عندي ستوك منه جوه، بس انا قلت ايه، اوريكم الحاجات اللي اوريدي خلصت وانا هكررها. فهكرره تاني، اكيد هكرره تاني. انا بس بوقف لما بكون بستخدم برودكت جديد، علشان خاطر اقدر افصل الافكتات بتاعه المنتجات، اللي هو ده فعلا الافكت بتاع البرودكت اللي انا بستخدمه ولا حاجه تانية. فانا وقفته، موجود عندي ستوك منه علشان بستخدم منتج تاني عامله لكم عنه ريل، هتلاقوه على انستجرام، وهتلاقوه برده موجود على الشانل هنا. لكن هكرره تاني، اكيد هكرره. بعد كده للفوت كريم ده من فوت ووركس، ده برده من ايفون. كان حجمه حلو قوي، كان حجمه 150 مللي. بس من الحاجات اللي مش هكررها تاني، مش عشان هو وحش، بس علشان خاطر ليه بدايل كتير وبدايل احسن. كان سعره برضو مش رخيص كفوت كريم. انا بستخدم حاليا الكربامايد من المرطبات القويه جدا لمنطقه القدم. فهو لا، مش يعني ما كانش وحش، بس مش الحاجه اللي ممكن ابقى لا لازم اكررها، ما ينفعش استغنى عنها في الروتين بتاعي. فمش هكرره تاني، اجرب حاجات تانية يمكن تكون افضل. هنيجي بعد كده للاويل ده من الزيوت الهندي، ده اسمه باجاج، ده ألموند دروبس. بصوا ده فيه نسبة فيتامين اي بنسبة 300%، ومن الحاجات المرطبة للشعر بصورة هستيرية. في حبة هم باقيين صغننين خالص، هما اللي باقيين فيه. فطبعا اكيد هرجع اجيب منه تاني، ما كانش سعره غالي خالص، وكان ترطيبه للشعر فظيع، وريحته اعشاب كده، مش الروايح الاعشاب القويه المستفزه اللي يعني ما تقدريش تستحمليها، لا، ريحته هاديه جدا، بيرطب الشعر جدا جدا جدا. فهو من الزيوت اللي اكيد هكررها مره تانية. سوق معروض في اي حته، بس اكيد ان هو الاوريجينال، لا هاتوه، هيرطب الشعر جدا جدا. السامب لوك ده من بوبي، ده بوبي جل، ده مخصص للبشره الدهنيه، كان حلو جدا معايا، واكيد هكرر اجيبه تاني. بس المره الجايه بقى هجيب السبراي منه عشان اجربه. انتوا عارفين ان انا بجيب منتجات كتير عشان اجربها واقول لكم الفيدباك. فانا حاليا بجرب نوع انا نزلت لكم عنه ريل، هتلاقوه على الشانل او هتلاقوه على انستجرام. لو مش متابعيني على الانستجرام، هسيب لكم اللينك تحت في ديسكريبشن بوكس او صندوق الوصف، علشان خاطر بنزل هناك ريلز كتير، وعشان كمان تتابعوا الستوريز لما بجيب حاجات، بعمل احيانا انبوكسنج في الستوريز. فبالنسبه للبوبي جل، بالنسبه لي انا ما عمليش اي مشاكل، كان حلو جدا مع بشرتي.
ما عمليش حبوب، ما عمليش اي حاجه، فهو من الحاجات اللي اكيد هكررها تاني لو ما بجربش منتج جديد. ده كلينزر كوري، ده بالشاي الاخضر، ده من شركه 3W كلينيك. من الحاجات اللي كانت حلوه قوي برضو معايا، ما تسببليش اي مشاكل، لان في كلينزرز ممكن تجربوها تعمل لكم مشاكل في البشره، بتطلع حبوب تحت الجلد. لا هو ما كانش كده خالص، هو بس بينشف البشره شويه، فبنحتاج بعديه لازم نرطب البشره كويس قوي علشان خاطر ما تعملش افراز دهون زياده. لا هو كان من الحاجات الحلوه واللي هكررها تاني. بصوا دول لازم يطلعوا مع بعض، لان الاتنين مع بعض ما بستغناش عنهم. ده الشامبو بتاع كيش كينج، ده ببروتينات الحليب، وكمان ده الكونديشنر بتاع برضو كيش كينج. الاتنين مع بعض كده كومباينيشن ما بيتفكوش، يعني لازم استخدم الشامبو ده، ما بيتقطعش من عندي. والكونديشنر بتاعه من الحاجات اللي بترطب الشعر جدا، الحاجات اللي بتوقف التساقط طبعا مع علاج الشعر مش لوحدها. مفيش اي حاجه هتستخدميها اكسترنال او خارجيه على الشعر من بره هتوقف لك تساقط غير لما نكون بنعالج من جوه. طبعا انا منزله ريلز كتير عن الموضوع ده، وكاتبه كمان هتلاقوها على البيج على الفيسبوك خطوات علشان خاطر تعرفي ازاي تعالجي شعرك، وايه الحاجات اللي ممكن تعرفي بسببها شعرك بيقع عليه. فهو من الحاجات الحلوه قوي لوقف التساقط، من الحاجات العشبيه، هو من الطب الارفيدي، بيتساعد جدا جدا في علاج الشعر، وفي كمان تحسن ملمس الشعرايه نفسها، فبينظف الشعر كويس قوي، وكمان ما بيسببش هيشانه. اهم حاجه تكوني بتستخدمي منه كميه قليله، عشان في ناس بتستخدم كميه كبيره وتقول شعري نشف. ما هو الشعر نشف عشان انتي مستخدمي كميه كبيره قوي. احنا محتاجين نستخدم كميه قليله وعلى فروه الراس بس، مش على باقي الشعرايه. تستخدموه صح علشان خاطر تلاقوا منه افكت صح. فدول كومباينيشن كده مع بعض ما بستغناش عنهم مهما جبت ومهما جربت. اتكلمنا عن كيش كينج والشامبو والكونديشنر، فانا عايزه اوريكم ده شكل الزيت بتاع كيش كينج. طبعا دي العبوه الصغيره بيجي معاها الابليكيتور دي عشان خاطر تسهل انك تعملي بيها حمام زيت، بس انا حقيقي ما بستخدمهاش. هبقى اعمل لكم ريل كده ازاي بستخدم الزيوت الهندي عشان ما اهدرش الزيت وما احطش كميه كبيره انا مش محتاجاها، فهعمل لكم ريل انا بستخدمه ازاي. طبعا هو خلصان، ومن الحاجات اللي طبعا هكررها تاني، هو بيعمل 3 حاجات على فكره. هو بيوقف التساقط، وبيطلع شعر جديد، بيطلع بيبي هير، بيحسن جودة الشعراية جدا. كمية الأعشاب اللي موجودة في المجموعة بتاعت كيش كينج، بس اتأكدوا يا جماعة إن هي الأوريجينال، لأنه مضروب منه في السوق فوق 100 نسخة ولا حاجة. إن في كمية ضرب غير عادي، في كمية ضرب غير عادي للمنتجات، فاتأكدوا إن هو الأوريجينال. ده شكل العلبة بتاعته من بره. تمام. من الحاجات اللي هكررها تاني طبعا مع حاجات تانية هبقى برضو اعمل لكم فيديو مفصل عن الزيوت الهندي وبستخدم ايه وايه جاب معايا نتيجه، بس ده طبعا من الحاجات اللي هكررها مره تانية. بما اننا اتكلمنا عن الزيوت الهندي، فلازم طبعا نتكلم عن زيت ال8 سم ده. بصوا هو برضو خلصان، مفيش فيه حاجه خالص، وطبعا انا عندي منه ستوك. ومش عايزه اقول لكم هو في الاطاله وفي تنعيم الشعر، مش بس اطاله، يعني مجموعه المكونات اللي موجوده دايما في الزيوت الهندي بتساعد على الاطاله وبتساعد على منع التقصف والهيشان. بس اهم حاجه نكون بنستخدم حمام الزيت بطريقه صح. الزيت ده فعلا ساعد شعري جدا ان هو يطول. انا عايزه اقول لكم انا شعري كان متدمر، انا بقيت 3 سنين بستخدم الزيوت الهندي، فانا طبعا جربت معظمهم. مش عايزه اقول لكم هو قد ايه حلو جدا في الاطاله وفي تنعيم الشعر. ريحته قويه شويه، بس احنا بما اننا بنعمله حمام زيت ما بيفضلش على شعرنا على طول، لانه ما ينفعش يكون ده مش دهان، يعني ده مش هينفع ندهنه على شعرنا ونسيبه، لا ده حمام زيت. فهو من الحاجات اللي منين ما بتخلص لازم اجيبها تاني اكيد. بصوا هنيجي بعد كده لبلاس ده، انا جبت منه العبوه دي، مرضتش اجيب العلبه نفسها، قلت اجرب الاول اشوف هو ده كليف ان هيبقى نظامه ايه معايا. هو المفروض ان هو بالارجان اويل، انا استخدمته كليف ان كان سيء فوق الوصف. لو انت مش هتبقي عامله شعرك كيرلي، يعني لو الشعر كيرلي هو بيديفاين الكيرل حلو قوي، بيغلفها، بس لو انتي بتسرحي شعرك ومش عايزاه كيرلي لا هيهيش الشعر جدا جدا جدا. انا استخدمته زي
زي ماسك للشعر كده، يعني عملته ماسك وسبته شويه وبعدين غسلته. لكن كليف ان يتساب على الشعر وعايزاه عادي مش عايزاه كيرلي، لا مش هيبقى حلو معاكي. طبعا انا جربته حوالي مرتين، مره سبته ليف ان ومره عملته ماسك. فهو كماسك حلو قوي، لكن ليف ان لا. وهكرره تاني ولا لا؟ لا، لان في حاجات تانية كتير احسن منه بكتير جدا. هو بليس كشركه فيها حاجات كويسه، لكن الليف ان ده ما ينفعش غير للشعر الكيرلي بس. بعد كده عند الماسك ده من بيور سكان. بصوا ده شكله. بصوا بقى، ده المفروض ان هو فيه سلسلك اسيد، وطبعا السلسلك اسيد معروف للبشره الدهنيه، هو قاهر الدهون زي ما بيقولوا كده. الماسك ده هو ماسك 3 دقايق بيتحط على البشره. مش عايزه اقول لكم قد ايه هو افكتيف للبشره الدهنيه، من الحاجات اللي لازم تكون موجوده عند اي حد بشرته دهنيه او بيطلع فيها حبوب. هو حلو قوي وافكتيف قوي، ومن الحاجات اللي اكيد هكررها تاني. بصوا طبعا ده برده خلصان، بس في حاجه تحت كده بسيطه قوي. ده زيت اسمه مهبهرين راج، ده هندي. طبعا خلصته وعندي ستوك منه. الزيت ده في بداية ما كنت بعالج شعري ما كنتش متخيلة انه الكلام المكتوب عنه، طبعا الكلام ده من 3 سنين، الموضوع ده حقيقي فعلا هيعمل انبات للشعر. فعلا عايزة اقول لكم ان هو بيعمل انبات للشعر. انا ما كنتش متخيلة. بعد نص شعري طبعا كان اتدمر، نص شعري كان واقع بسبب حاجات كتير قوي انا عملتها في شعري وانا بعالجه. فخلاص بقى انا اجرب. الواحد بيبقى مش متخيل النتيجة. فهو كان من الحاجات الافكتيف جدا 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 في انه ينبت الشعر ويطلعه. فما بستغناش برضو عنه، لا هو ولا السانفر دي اللي هو زيت ال 8 سم لسه موريه لكم، من الحاجات اللي اكيد هكررها مره تانية. طبعا عشان نخلص الزيوت الهندي خالص، ده السيفن اويلز او زيت امامي. بصوا هو كان حلو ما كانش وحش، بس ما ادانيش الترطيب اللي انا كنت محتاجاه. هو كان حلو جدا مع مامتي مثلا، بيعجبها جدا وشعرها بيجي معاه حلو قوي، بس انا بالنسبه لي ما كانش حلو قوي معايا، يمكن عشان جربت حاجات اقوى من كده. فهو مرطب خفيف مش مرطب قوي، خاصه لو في تقصف لو فيها هشام مش هيبقى قد كده، يعني مش هيديك الافكت اللي انت عايزاه. ممكن يكون في حاجات تانية اقوى منه. فبالنسبه لي انا لا، مش هكرره تاني. في حاجات بالنسبه لي انا لا عملت معايا نتيجه احسن. في ناس جربته كانت كويس جدا معاها وكانت تمام ومبسوطه بيه، بس انا كساره لا مش هكرره تاني. ده كان التونر بتاع انيو. ده المفروض ان هو فيتامين سي وفيه كمان جلايكوليك اسيد، فهو فيه نسبه تقشير وفيه فيتامين سي بيدي نضاره. من الحاجات اللي خلصت وبكررها، كانش عندي اي مشاكل معاه، ما طلعليش حبوب، لانه في حاجات بنستخدمها اساسا بيبقى التكنيك بتاعها انه بيشتغل من جوه لبره، بينظف البشره من تحت لفوق. لو في حاجه تحت الطبقه الاولانيه بيطلعها لبره، فلا ده ما كانش كده، ده كان حلو قوي معايا. وممكن كمان كنت استخدمه قبل الميك اب كبرايمر، لان هو شويه بيعمل انقباض للمسام، فهو حلو قوي وبيكونترول اويل كويس جدا. فمن الحاجات اللي طبعا هكررها، وانا بالفعل عندي منه ستوك جوه. خليني اكلمكم عن انيو. انا طبعا مدمنه المنتجات انيو، والمنتجات بتاعه العنايه بالبشره بالذات انا من الحاجات اللي بستريح معاها جدا، وفعلا بلاقي منها افكت على بشرتي. هي المنتجات بتاعه انيو دي من ايفون. فانا كنت جبت ده وخلصته، بس هو خلصان تماما من جوه. وكررته جبت النوع التاني منه اللي لونه احمر. انا كنت جايبه الجولد ده علشان خاطر بشرتي وقتها كانت مرهقه قوي، هو السن 45 سنه فيما فوق. فانا كنت جايباه لان البشره وقتها كان العمر بتاع بشرتي يحتاج ده، لان عمر البشره ما بيرتبطش بسنها، يعني سنك الاساسي ما بيرتبطش بعمر البشره. من الحاجات اللي بكررها وهكررها على طول المنتجات بتاعت انيو، انا بستغناش عنها في السكين كير روتين بتاعي. نيجي بقى عند ده، كنت جايباه ده نيل 15 للضوافر. كنت جايباه طبعا من الصيدليه. في ناس ممكن تتفق او تختلف معايا في الموضوع ده، بس هو مش افكتيف خالص، يعني ما كانش افكتيف معايا خالص. ما ساعدش ان الضوافر تطول، ما كانش يعني ممكن يعمل ترطيب بس لمنطقه الضوافر وحواليها، لكن ما كانش افكتيف في موضوع الضوافر اللي بتتكسر او ان هو يطول الضوافر. هو كمرطب حوالين الضوافر كان تمام زي الفل، ما فيهوش مشكله، لكن ما ادانيش الافكت اللي انا كنت فعلا جايباه علشانه. فلا مش هكرره تاني، لان انا جايبه منتج تاني عامله لكم عنه ريفيو. لا ظبط ضوافري جدا 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 كمان. بصوا هكلمكم عن المكمل الغذائي ده، اسمه مادوفيت. بصوا كميه مكونات الفيتامينز الموجوده ورا
قد ايه ده بقى علشان خاطر الطاقة وعشان خاطر البشرة وعشان خاطر الشعر وعشان خاطر الضوافر، عشان خاطر كل حاجة، ده لكل حاجة. تحسي ان انتي مش همدانة، مش حاسة انك تعبانة. بيحسن جدا من نمو الضوافر والشعر. لا بجد انا كنت بستخدم كذا نوع تاني، ف غيرت لده لاني سمعت عنه ريفيوز حلوه قوي من الدكتورز، فقلت لا اجرب اشوف. لا فعلا تحفه تحفه تحفه. تخيلتش ان هو فعلا هيأثر كده في نمو الشعر والضوافر، وانك تبقي حاسه ان انت لا انا كويسه، مش حاسه اني تعبانه، مش حاسه اني همدانه. لا لا لا، من الحاجات اللي اكيد طبعا هكررها مره تانية. عايزه اكلمكم عن فيتامين د. بس يا جماعه لازم تكونوا عارفين ان ما ينفعش ناخد فيتامين د من غير ما نكون عاملين التحاليل بتاعه فيتامين د، لان زيادته ممكن تعمل تسمم في الدم. يعني لو خدتي كده منك لنفسك من غير ما يكون عندك فعلا نقص في فيتامين د، هيعمل لك مشاكل كبيره جدا. نقصه زي زيادته، بس زيادته كمان ممكن تعمل لا قدر الله تسمم في الدم. فانا كنت جايبه النوع ده، النوع ده من فيتامين د، ده اسمه اوسو 14. تمام، ده كان 10000 وحده. وعايزه اقول لكم انه من اول شريط انا حسيت بفرق، لا باختلاف، لان كان عندي مشكله في فيتامين د وقتها. لا حسيت باختلاف، لان انا جربت انواع تانية ما حسيتهاش قوي. يعني حسيت ان انا باخد اي حاجه كده وخلاص، هو مجرد دواء، لكن ما عمليش الافكت اللي انا فعلا كنت محتاجاه. فلو عايزين تجربوا حاجه لفيتامين د ومش عايزين تاخدوا حقن، هو ده هيبقى حلو قوي معاكم لو الحاله بتاعتكم طبعا تسمح وبعد استشاره الطبيب. لازم اقول ده، بس انا بحكي لكم تجربتي انا معاه، بما ان انا عندي مشاكل كانت في نقص بعض الفيتامينز في جسمي. فلا كان حلو، ظبط معايا الدنيا جدا جدا. انا كده خلصت الباسكت العجائب، وقلت لكم اعتقد ريفيو كامل عن كل الحاجات اللي انا استخدمتها. يا رب اكون افدتكم وما طولتش عليكم، واستنونا في فيديو جديد. بس كده، باي باي.